ايه اللي انتوا شايفينه في خوان الفينا؟ عشان خاطر من بدايه الموسم الناس عماله تنفخ فيه والناس عماله تطلعه السما. خوان الفينا احسن لاعب في الدوري المصري، خوان الفينا صفقه الزمالك وصفقه القرن وصفقه مش عارفه ايه. خوان الفينا انا بقالي 4 شهور بتكلم عليه وبقول ان هو ملوش اي اضافه لنادي الزمالك. خوان الفينا جه لعب ماتشين مع نادي الزمالك وبعد كده الراجل مش موجود. مين اللي فاهم خوان الفينا ان انت لما بتيجي تشوط بتدوس اكس؟ مفيش حد قالك ان انت لما بتيجي تشوط بتدوس مربع؟ إيه يا جماعة الفينش ده؟ لما ده لعيب انا جايبه بمليون وتمنمية الف يورو وفريقه لسه بسببه انا من يومين اتوقف لي قيد للفترة العاشرة، القضية العاشرة بسبب فريقه. يعني دي الصفقة اللي المفروض تيجي تشيل النادي على كتافها بقى. لما انا راجل دفعت فيك مليون وتمنمية الف يورو وبتوقف لي قيد بسبب ان انا ما دفعتش القسطين بتوع بقية المستحقات الصفقة، فانت المفروض تيجي تشيل الفريق. لكن انت عالة على الفريق. فخوان الفينا انا ما اعرفش ايه اضافته في نادي الزمالك مع شيكو بنزا. محمد اسماعيل كواليتي عالي وكواليتي مختلف، لعيب عنده رؤية في الملعب، لعيب الباص بيخرج منه صح، لعيب بيعرف يعمل كور عالية كويسة، لعيب عنده رؤية كويسة في الملعب. بعيدا عن ان هو مدافع مفيش احسن منه في الدوري المصري من وجهة نظري. محمد اسماعيل هو وحسام عبد المجيد. بس محمد اسماعيل حتى لما لعب 6 امبارح في ماتش المصري، لا هو قادر ان هو يستخلص الكرة في اسرع وقت، قادر ان هو يفتح ملعب لزمايله، قادر ان هو يعمل باص طولي كويس، قادر ان هو يصنع فرص، قادر ان هو يسدد من بره ال 18. وشفنا كوره شاطها كانت قويه جدا بس يتعامل معاها محمد حمدي حارس مرمى النادي المصري. شفنا حتى الكورنر اللي لعبه محمد شحاته، محمد اسماعيل كان ممكن يسجل هدف. فمحمد اسماعيل اضافه كويسه واضافه قويه، يمكن من احسن الصفقات اللي الزمالك عملها في بدايه الموسم.